كشف تقرير لصحيفة الناشونال أن كريستيانو رونالدو يريد مغادرة نادي النصر السعودي بعد أشهر فقط من انتقاله للنادي السعودي من مانشستر يونايتد. كان كريستيانو رونالدو قد وافق بشكل ودي على إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد ليوقع العقد بقيمة 175 مليون جنيه استرليني حتى عام 2025 مع النصر السعودي. ونقلا عن صحيفة الناشونال، فإن كريستيانو رونالدو غير سعيد في النصر ولن يستمر لفترة أطول في المملكة العربية السعودية مثلما كان يتخيل الكثيرون. وأضافت إنه ثبت أن رونالدو من الصعب عليه التكيف في هذا البلد المختلف، كما كان حاجز اللغة عقبة كبيرة أمام تأقلم النجم البرتغالي مع ناديه الجديد النصر. وأشارت إلى أن كريستيانو يفتقد كثيرا أيامه في مدريد منذ مغادرته في عام 2018 وبدأ يندم على ذلك. وذكرت الصحيفة ذاتها إنه إذا انتهى الأمر برونالدو بترك النصر وعاد إلى أسبانيا فقد يعرض عليه بيريز رئيس نادي ريال مدريد وظيفة ما، ولكن لن يتم الاستعانة به كلاعب. وأكدت أن بيريز على استعداد لمنح كريستيانو رونالدو منصب سفير لريال مدريد أو يكون جزءا من الهيكل التنظيمي الرياضي بالنادي.